السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. اسفة بقى على صوتي، عندي برد. النهاردة بقى الفيديو جميل جدا. هنعمل بسكوت بيمبو، بجد حلو جدا والطعم حكاية زي بره واحلى بكتير. حاجة مضمونة، معمولة في البيت. انتي طبعا ضمناها، عاملاها بايديكي. كل ده واكتر بزيادة. صلي على رسول الله. وتعالي نشوف طريقتنا بالمقادير وطريقة التحضير. لا استني، بصي بقى البسكوتة من جوه عاملة ازاي، زي بره ولا لا؟ بجد خطير، تحفة حقيقي، يستحق التجربة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنشوف بقى المقادير وطريقة التحضير، بس لازم كده ادلع البسكوت الاول عشان نبتدي الطريقة على طول. من كتر جماله بصراحة عمالة أصور فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبتدي هنا ننزل بأول حاجة، هننزل ببيضة. وطبعا في بيض يبقى لازم فانيليا. هننزل بقى برشة كده من الفانيليا. الفانيليا ديت اللي هي بتبقى في علب، فطبعا بحط حاجة كده ايه، مش كتير قوي عشان بس ما تمررش معانا او ما تبقاش زيادة، هتبقى مش حلو. ومعايا هنا نص كوباية من السكر البودر. ده مكان ما كنت حاطة السكر برضو بضيف بنفس الكوباية عشان ابقى عارفة المعيار بالظبط. هنا كوباية ونص من السمنة. وهضرب بقى كل ده مع بعضه. كل ده اللي هو ايه، البيضة مع السكر مع السمنة مع الفانيليا، هضربهم كلهم مع بعض بالشكل ده. عايزة اقولك لو تقدري تعمليها بزبدة هيكون افضل. هي الوصفة ان المفروض ان انت بتعمليه بزبدة، بس انا بصراحة استبدلت الزبدة بسمنة وما حصلش اي حاجة. الوصفة ممتازة وهنشوف مع بعض. انا فضلت اضرب فيهم كده لحد ما السكر يدوب خالص. هو السكر طبعا ناعم، بس انا حبيت ان انا اضرب فيهم شوية كده لحد الشكل ده كده اهوت. ممكن تقدري تضربي شوية كمان طبعا، لكن انا بصراحة فضلت ان كده كفاية. ونزلت بقى بالدقيق، نص كيلو دقيق. ممكن لو انت عايزة بالكوباية 4 كوبايات دقيق. الكوباية اللي بتعايري بيها هي اللي هتعملي بيها كل حاجة. هنا بقى كنت بعرفك ان انت تقدري تعملي بايديكي من غير العجين. تمام. وهنبتدي بقى نلم كده، مش هنعجن، احنا بنبتدي نلم كده اهو بالشكل ده. بس انا عايزه اقول لكم وانا بقلب كده، حاسه بصراحه ان هي محتاجه سمنه، مش عارفه ليه. بصوا الدقيق كله لازم طبعا يتشرب كده من السمنه كلها، بس انا بحاول على قد ما اقدر افضل اقلب كده عشان اشوف اخرها ايه. لو تلاحظوا في دقيق اهو بيطلع لسه من تحت. تمام. ضفت بقى معلقتين سمنه ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام. انا نسيت احطها في الاول فحطيتها دلوقتي. وبقت العجينه معايا بالشكل ده. فردت كيس من تحت وكيس من فوقيها. تمام، عشان ما ننساش الخطوه دي مهمه جدا. كيس من تحت العجينه وكيس من فوق العجينه. وبدات افرد بقى بالشكل ده. اسفه لان انا كنت ماسكه بايد وبشتغل بايد التانية. بصوا بقى كده. وبدات افرد. طبعا احنا مش عايزين السمك يكون خفيف، لا، عايزينه يكون معقول. العجينة لو معاكي مشققة كده من الأطراف مفيش أي مشكلة خالص، لأن احنا لسه هنلمها وهنعجنها تاني. لكن بصوا من جوه عاملة ازاي، مفيش أي تشققات. طبعا الكيس حلو جدا ان هو بيفرد معاكي العجينة.
بصوا بقى، ولازم نقطع بحاجة تكون عندك نفس هي اللي بتقطعي بيها كله، عشان طبعا احنا هنحطهم على بعض عشان يبقوا نفس المقاس واحد بالظبط. بصوا الكيس بقى وانا بطلع اهو، بتطلع معايا بسهولة. وهنلم بقى العجينة بالشكل ده ونكمل. وطبعا هنحط بقى في صاج، في صينية زي ما انت عايزة. وهنبتدي بقى نضيف بقى بالشكل ده. وطبعا انا مشغلة الفرن من قبل ما ابدأ في اي حاجة عشان الفرن يسخن كده معايا ويبقى حلو. درجة الحرارة تكون ممتازة. بصوا التسوية، ده ظهر البسكوت بعد ما خرجته من الفرن. هنا بقى ضفت الشوكولاتة كده، وبدأت كل واحدة اضيف عليها واحدة بالشكل ده. هنا طبعا الشوكولاتة بحطها كده من جوه عشان تمسك البسكوتين يمسكوا مع بعض. طبعا سيحت شوكولاتة خام، سيحتها، عملت لها حمام سخن، وعملت بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بصوا لحد ما خلصت الكمية كده. اسفة بقى معلش الإضاءة. وهنا عندي الشوكولاتة، وبدأت أضيف بقى بالشكل ده. باخد واحدة واحدة كده. طبعا بستنى البسكوت لما الاقي الاتنين تماسكوا مع بعض. طبعا الجو برد، فانا عاملة حمام سخن، سايبة الشوكولاتة، عاملة من تحت مية سخنة، وسايبة الشوكولاتة كده زي ما احنا شايفين. طبعا بيبقى بولة فيها الشوكولاتة وبولة فيها المية، وبالشكل ده. وبغلف بقى البسكوت بالطريقة دي. شايفين عامل ازاي؟ بضيف على الشوكولاتة حاجة بسيطة من الزيت عشان تدينا اللمعة الجميلة اللي احنا شايفينها. وبحط كيس بقى على الصينية. مهم جدا لازم تحطي كيس على الصينية عشان لما تيجي تطلعي البسكوتة، طبعا البسكوت بينشف، الشوكولاتة بتنشف، فبتيجي تطلعي البسكوت لو هو على الصينية هيفضل لازق، مش هتعرفي تطلعيه بسهولة. لكن الكيس بيساعدك ان انت تطلعي البسكوتة بسهولة خالص بالشكل ده. شايفين اللمعة بتاعت الشوكولاتة حلوة قوي ازاي؟ لو تلاحظوا ان انا بعمل الاطراف كمان عشان تبقى كلها متغلفة وشكلها حلو. هخلص بقى الكمية كلها. هنا بقى كان عندي شوكولاتة بيضة، حبيت ان انا اعمل شكل بس كده من فوق. هي للأسف مش الشكل اللي انا كنت عايزاه، هي الشوكولاتة جت تقيلة شويتين، لكن هو ده الشكل النهائي، وحلوة جدا بجد، يستحق التجربة. كمان هتلاقي اكتر المكونات عندك في البيت، هيساعدك ان انت تعمليه، وهتعمليه طبعا كبير وصغير هيحبه، مش صغير بس ولا كبير بس. اتمنى اكون قدرت افيدك في الفيديو. ما تنسيش تدعميني باللايك الحلو بتاعك، واتمنى منكم دعوة حلوة لكم ولنا بالمثل، ودعوة بالرحمة والمغفرة لوالدتي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. بصوا بقى البسكوتة عاملة ازاي، مش كده وبس، بصوا كمان، بصوا من تحت بقى، بصوا متغلفة واخدة وضعها كده في الشوكولاتة. ايه رأيكم بقى؟ استحق لايك وكومنت كمان. معلش انتوا عارفين الطمع وحش يا جماعة، انتوا وحشني بقالي كتير قوي ما بتكلمش معاكم ولا بنزل فيديوهات. بصوا بقى البسكوتة ديت ما كانتش واخدة حقها قوي في الشوكولاتة. رحت قلت ايه، لا تعالي بقى لما ادوقك واقطم حتة كده ونشوفها من جوه. ايه رأيكم؟ شايفين من جوه عامل ازاي؟ والله عامل زي فعلا البسكوت البيمبو اللي بتجيبيه من بره، اللي بيبقى متغلف ومشترياه من بره. بجد بجد حلو قوي. وعايزه اقول لكم ده بيتعمل مشروع من البيت، بيتباع بالكيلو، بيبقى حلو جدا، بس طبعا مش في اي مكان ومش اي حد بياخده. عايزه اقول لكم كمان مش هي دي بس الكميه، ده في حوالي 10 وحدات تاني غير دول كانوا محتاجين شوكولاته، بس الشوكولاته كانت عندي خلصت بصراحه. بس كده، يا رب اكون قدرت افيدكم.
وما كنش تقيل عليكم. وما تنسوش تدعوا دعوة حلوة ليا ولكم بالمثل، ودعوة بالرحمة والمغفرة لوالدتي، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله.